السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهم الإخوان، الحمد لله كما قلنا لكم في الفيديو السابق بأن زيت العود غادي تعرف واحد الانخفاض مهم. الله اللي بغى الدرويش ياكل زيت العود. كاع دوك الناس اللي شفتوهم يعني تيعيروني في التعليق راهم الشناقة، هادوك هما صحاب العلف غالي، فهمتوني ولا؟ هادوك هما صحاب العلف غالي في العيد الكبير. تيشري الخروف مع 4 ديال الصباح كيبيعوه مع 8، كيدي فيها 1000 درهم كيزيد فيه النص. ملي كتسولو تيقول لك العلف غالي. يعني بحال هادوك هما اللي كيتلقاو الباطو في وسط البحر وتياخدو عنده السردين بدرهم ونص 2 دراهم وكيوصلو ليك ب10 دراهم. هذاك هو اللي كيمشي كيشري يعني 40 طن 100 طن 200 طن ديال البصله وتيحتكر بها السوق. هاد الفيديو ولا بحال هاد المسائل هادو راه ما كيلغوهمش هما، راه هما دابا علاش تيعيروا؟ لان الزيت تتخسر. الا اللي شراو يعني ولا اللي شرا فيهم شي حاجه كثيره غادي يخاف تخسر ليه. اقسم بالله الاخوان، الزيت حاليا سيروا دخلوا المارجان داير 5 دراهم ومازال غادي ينقص. وكاين الزيت في مارجان، يعني الزيت المطحون جديد زوين بالثمن مناسب. يعني هذا العام كما قلت لهم الله هو اللي بغى الدرويش، الله هو اللي حن على الدرويش بغاه ياكل الزيت البلديه. اما الا بقات عليهم هما راه ما كرهوش يبيعوها لكم ب 150 درهم. هاد العام الاخوان الا غلات يحتكروا يجريو تيعياو ما تنزلش على 45 درهم 40 درهم 35 درهم. المهم الاخوان، كنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو هذا. مازال ما تزربوش، مازال الله يعطي، مازال العطي يعطي، مازال الزيت غادي يتنقص، ومازال الموسم يلاه بدا في بعض المناطق مازال كاع ما كيسوسو الزيتون. الموسم ديال الجني يلاه بدا. وكما قلت لكم راه هما ماشي في الصالح ديالهم بحال هذا الشيء هذا، لانه هما يعني كما تنقولوا تجار الازمات، نسال الله السلامه والعافيه. المهم كنتمنى ديروا لايك بارطاج لهذا الفيديو هذا باش هاد الناس هادو يعني نوقفوهم عند حدهم، لانهم عيقوا بزاف. هادو دابا كتلقاهم في السوق الاسبوعي في البوادي مثلا، تيجي شي واحد مسكين جايب معاه غير 10 كيلو ديال الزيت ولا 20 باغي يتسوق بها وكيحيدها ليه فوق الحمار، وكيجي واحد اخر كيضربوا عليها والبنيه كيحيدوها ليك صحاب بشحال؟ ب 3 دراهم 4 دراهم. تيدخلها هو المعصره ولا اللوزين كيمشي كيبيعها اللوزين ب 10 دراهم الكيلو ولا 15 درهم الكيلو. واللوزين تا هو يعني تابعوا المصاريف، خص يديرها في القرعه، خص يزيرها، خص يدير لها التيكيتا والعمال الى اخره. ها هي الزيت يعني غادي توصل عند المستهلك، عند الفقراء، عند البوبري اللي باغي يفطر بها، يعني اللي باغي ياكل بها الخبز هو تاي غتوصل عنده ب 120 درهم. وعلاش هذا الشيء هذا؟ مع العلم الاخوان المغرب كل عام الحمد لله يعني كيتزاد الفرن ديال الزيتون. يعني الدوله يعني ولا وزاره الفلاحه يعني دارت واحد الاستراتيجيه يعني بما يخص يعني غرس الزيتون، يعني عطاتو واحد الاهتمام، عطاتو واحد الوقت يعني ما تخيلوش. اكثر من 300 الف شجره يعني سنويا يعني كتزاد في المغرب. يعني الزيتون غادو كيتكاثر الحمد لله. علاش غادي نبقى في 2023 نشروه بسميتو ب 120 درهم 100 درهم؟ في الاول كان غير في العروبيه الزيتون، يعني اللي حاصل عنده شي شجره يعني وارثها على جدوده الى اخره. دابا لا، دابا ولاو عندنا يعني الناس تيسقيو الزيتون. كاين اللي كيتخلص وكاين اللي كياخذ الدعم عند الدوله باش يزرع الاشجار ديال الزيتون. علاش ناخذوه ب 120 درهم؟ المهم الاخوان، الحمد لله هذا العام غادي تبرعوا وغادي تشبعوا الزيت البلديه. كما قلت لكم اللي بغى يشري مازال العطي يعطي، والشناقه يتفرقعوا.